أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس النهاردة. معكم عادل بسيوني بإذن الله، مستمرين مع كتاب المعاصر، متواجدين في اختبار الوحدة الرابعة تحديدا في بيج 204 صفحة 204، والسؤال الثاني على طول complete the following dialogue، أكمل هذا الحوار. غادة and Jana are talking about mobile apps، عن تطبيقات الموبايلات. بدأت غادة الكلام وقالت what do you think of mobile apps؟ ايه رأيك في تطبيقات الموبايلات؟ فقالت لها كلام، قالت لها I agree with you that they are useful. إذن هي هنا قالت لها I think، أعتقد، they are useful، ويuseful يعني نافع ومفيد. قالت لها اتفق معاك انه نافع ومفيد. سألتها سؤال كانت الإجابة عليه I have many kinds of apps on my mobile. فهتقول لها what kind of apps do you have on your mobile؟ what kind of apps do you have انت عندك on your mobile، على الموبايل بتاعك. فقالت لها which app do you use most؟ طب اكتر التطبيقات ديت. فقالت لها Richer، قالت لها it's Richer. فسألتها سؤال، قالت لها because it really helps me، يبقى ليه انت بتستخدميه؟ why do you use it؟ قالت لها it helps me with photos، بيساعدني في الصور. فقالت لها can you download music from it؟ فقالت لها sure، بالتأكيد. تعالى يا شباب نروح بقى على السؤال الثالث واللي بيقول complete with the correct form، أكمل بالصيغة أو بالكلمة الصحيحة. بعد ما قرأنا القطعة تعال نشوف السؤال الأول. choose the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة. you should choose، تختار باسورد. طبعا هنقول strong password، كلمة مرور قوية. the underlined word nasty means، يعني إيه كلمة nasty؟ طبعا معناها awful. the underlined pronoun they refers to، بيشير إلى مين؟ طبعا في long passwords، لكلمات المرور الطويلة. تعالى بعد كده نشوف السؤال اللي بيقول summarize the last paragraph، لخص الباراجراف الأخير في جملة واحدة.
We should be cautious when we are online. What should you do if someone you don't know send you a message؟ تعمل ايه لو حد انت مش عارفه بعت لك رسالة؟ I should tell my father أو parents. What do you think we should do to stay safe؟ طب تعمل ايه عشان تبقى في امان؟ Use strong passwords. كلمات مرور قوية. وصولا إلى السؤال الخامس واللي بيقول choose the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة. The students from our school won English competition. The talented، وtalented معناها موهوب. means to show that something is true، حاجة حقيقية. في الحالة دي اسمه prove. to your teacher carefully before you answer. طبعا هنا صيغة الأمر، وصيغة الأمر إن احنا نبدأ بالفعل فين؟ في المصدر بدون أي إضافة. I like your، أحببت that you wrote، اللي أنت كتبتها on my post، على البوست بتاعي. طبعا ده هيبقى الكومنت، وكومنت معناها تعليق. طيب you can't get on the train if you have a ticket. if you don't have a ticket، لو مش معاك تذكرة مش هينفع تركب القطر. if you to Sinai try the Bedouin food. لو سافرت if في المضارع يجي معاها الفعل في المصدر، ولو الفاعل مفرد بحوله او بضيف له اس او اي اس. اما السؤال السادس واللي بيقول ماتش، وصل بروف. يعني ايه كلمة بروف؟ طبعا بروف to show that something is true. طيب cool يعني ايه cool؟ to lose heat، تفقد الحرارة. device جهاز. يعني ايه كلمة device؟ طبعا device معناها a small electronic machine. efficiently بشكل كافي، ده معناه quickly and with good result. أما السؤال السابع واللي بيقول complete with the correct form، أكمل بالصيغة الصحيحة. showing me، أعرض لي. طبعا هنا صيغة الأمر، فأحط الفعل في المصدر وأقول show me. not shout، لا هو هنا النهي بقى، فالنهي don't زائد المصدر، يبقى don't shout لا تصيح. if you blaze، طبعا الاس والاي اس لو كان الفاعل مفرد غائب، فهقول هنا play. what happens if you be، you بتاخد are، فاقول له if you are late for exam، لو انت متأخر على امتحانك. أشكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.